عرفتي شي واحد سولات السؤال. دابا تخيلوا انه ما عرفوش بان محمد الشيخ شنو دار السلطان الكبير العثماني اللي كان قارون 400 سنه. شوف شوفي هذا الكتاب نتاع ابن خليكان ياك. ابن خليكان هذا في القرن 13. هذا الكتاب هذا كاتبين يوسف بن تاشفين ملك المغرب ياك قرن 13. هذه راه كنهضروا على كتاب قديم فريمون قديم. درك غير هذا السؤال هذا نتاع واش كان عندكم ملك قبل محمد الخامس راه سؤال عقل كيحبس على جالو. درك كيقول لك ما هي الامبراطوريه وما كيعرفش ما هي الامبراطوريه وعلاش كيقول لك عطاونا اسم الامبراطور وما عارفينش بان التسميه الدينيه لامبراطور هي سلطان من الاساس. كتسولهم واش العثمانيين كانوا امبراطوريه كيقول لك نعم. ما اسم الامبراطور كيقولوا له العثماني. المهم في اي حقبه من الحقب شتي هاد الناس اصلا ما فاهمينش حتى واش راهم يسالوا. لذلك ما غاديش تقدر تحاور مع واحد السيد اللي ما فاهمش واش راه كيسال. هذا هو المشكل. Fiston, ça va fiston? Maman. Ça va on dit. Alhamdulillah maman. Et vous, avec les Algériens ils sont peu. Pas des derniers jours. Salam alaikum. وعليكم السلام. راكم لاباس؟ ربنا نشكرو وانت راك مليح؟ لاباس الله يبارك فيك. تاريخ المغرب تبارك الله الله يبارك. الله يحفظك. خمسة وخميس. الله يبارك. تفضل. شو سؤال كان كيبحث اخويا. انا من الناس اللي يخشوا يبحثوا ما يهضروش باش يهضروا برك. الاسم الحقيقي تاع الملك ما لقيتوش. خلينا ربي خلينا فين بحث؟ عند دومير وعطي الاسم الحقيقي ديالو. يعني هذا طلع عندك. ولكن انا بحثت السينوار. انا بحثت السينوار ولقيت واحد الكتاب نتاع واحد السيد سميتو موسى بن ميمون حياته ومصنفاته. هذا الكتاب دار في 1941 مكتوب فيه بان عائله قمحي وعائله تبون هما عائلات اسرائيليه. وبحثت عاوتاني ولقيت واحد السيد سميتو بن عقون وهذا استاذ جامعي في الجزائر. قال لهم بان الحاله المدنيه تغيرت في الجزائر بعد خروج فرنسا. قال لهم العديد من اليهود بدلوا الاسماء ديالهم لاسماء عربيه بين قوسين ياك. منهم قال لك نذكروا الاستاذ تبون اللي كان مرشح للرئاسه في ديك الساعه هذيك. وكيقول لك بان قبل خروج فرنسا وقبل تغيير الحاله المدنيه من طرف فرنسا كان عنده واحد الاسم اخر اللي مهم ما نقدرش نذكره حتى تمشي تدبر على الفيديو نتاع بن عقون وغادي تشوف الاسم. كاين واحد البحث عاوتاني اخر في جامعه الازهر سميتو وصيفيه يهوذا بن تبون لابنه شامويل. تخيل معايا بانهم كيقول لك في التالي بانه كاين شي علاقه مع شي ناس كاينين في شي دوله عربيه بالضبط. لذلك وليت كنشك واحد شويه سنوار. انت ما شككش هذا الشيء هذا حق هو في اسرائيل فونبو. ما جاوبتنيش خويا السؤال تاعكم. راني كنجاوبك عطيني الاسم تاعو برك نتفق. انا جاي حبيت نسقسيك برك دابا انت جاوبيني برك ومن بعد سقسيني برك. اسمع برك دابا انت الاصل ديالك انت بعدا واش انت سالتي على الاصل ديالك واش انت من هادوك اليهود الاشكناز اللي جاوا من رومانيا ومن البانيا؟ لا انا جزائري حر من منطقه الشاويه في الجزائر. سقسي على منطقه الشاويه كعبيد وردوهم انكشاريين بما يسمى الجيش الانكشاري لانهم كانوا عبيد. يا اختي شوفي سامحيني اللي كان تهضري على التاريخ تاع الجزائر
التاريخ تاعك مالي الشرزق الجزائري. ما تقاطعنيش، انا ما قاطعتكش. التاريخ تاع المغرب راه الاصل ديالك واش انت من اليهود الانكشاريين الرومانيين والالبانيين دوك اللي كانوا كيديروا السروال اللوبيا العريض. لا اختي راه قولوا اختي الله يتكسرش ديك الشيء تاع لا ما تخافيش. لا ما نوصلش لهذاك الشيء. لا ما اسمعيني حبيبتي. حسب اللباس هذاك لو بونطالون دو مسيو لو بير دو ترون. ما جاوبتونيش. راه عار لكم، راكم ما جاوبتونيش على اسم الملك. ما نوصلش اختي جمعت لداكشي. انا غير على حسب اللباس اللي جبتو من تما. داك المغربي راه الالباني. واحد ما جاوبني على اسم الملك. ام انت اصلك من قلت انا جزائري من منطقه الشاويه. سقسي على منطقه الشاويه. يعني اصلك منين؟ يعني شاويه منين جاو الشاويين؟ خلينا نعرفوا حنا مع من كنتكلموا بعدا في الكاست عاد نوصلوا. شاويه ندلعس عندهم اول رصاصه. لا خلينا من الرصاصات. انت دابا طلعتي كتهضر على الاصل. فسر لنا الاصل ديالك. عطيني اسم الملك. ما عطيتونيش الله يبارك فيك. اربعه مغاربه نهضروا عليك انت. واحد فيكم ما يقدر يعطيني اسم الملك. انت بان لي جاي طالع. انت اخر هضر على راسك. انت انا مانيش انت عرفنا براسك. منين جايين هاد الشاويه هادو؟ شنو الاصل ديالهم؟ الشاويه هادو كيف نشرح لك؟ ما تقدريش تفهميني. كيما بحال ابناء الريف عندكم نتوما. ابناء الريف الاصل ديالهم منين نتوما؟ منين الشاويه؟ مغاربه من الشرق الجزائري. اعطيني القبيله، الاسم ديال القبيله ديالكم. ما عندناش قبيله حنا من بكري الله يبارك. حنا ما شاء الله معنا قبيله موت. حنا شعب جزائري. ودابا واذا انت ما عرفتيش الاصل منطقه على اسماعيل البيضاء. يعطيني اسم. اعطيني اسم الملك. انا نعرف اسم الرئيس عبد المجيد تبون. اعطيني اسم. ما جاوبتونيش اخويا. أربعة دقيقة. يلا غير اسكت دقيقة. واحد فيهم غادي نسولك. واخا غير دقيقة. غادي نسولك سؤال. شوف ما اسم واخا غير دقيقة. ما اسم العائلة التي تحكم المغرب في هذه الساعة؟ ما نعرفهاش. انا نطلع باش ايوا السؤال ديالك ايوا صافي. شكرا جزيلا انا السنواري. ويلا ديباسي وفوت. حتى انت راك مكلخ ما عرفتش تسال السؤال حتى انت عاوتاني. صافي. العائله ماذا؟ العائله العلويه. محمد بن الحسن العلوي. السلام عليكم. علاش كتسولني هاد الاسئله بزاف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دابا كي داير ما تخافيش اختي كونتيس. راه ما نوصلش معاه المستوى ديال سميتها. غير على حسب الارث التاريخي ديالهم اللي باس الالبانيين اللي جاي من تما. لانهم ما شاء الله طبعا خداو هذاك الارث ديالهم من تما. وحتى بعض الاكلات طبعا. حتى بعض الاكلات. فبالتالي حنا كنا بغينا نعرفوا الاصل ديال هذا السيد اللي كيسول على اصل الناس اخرى اللي لا تهمه شيئا. واسياده اللي مثبوت الاصل ديالهم والشجره العلويه ديالهم من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الان عليه الصلاه والسلام. والله الا دينك على مستوى كي داير. ما مشاكل. الاسئله يا راحتك. اش كيقول لكم سميتو هذاك الكوبل سميت الكوبل هذاك وما كاينش معامل. شعيبيه و كبور. قال لكم كبور وما كاينش. نعم اخويا ليونهارد. نعم اخويا لاينهارت. شوف عندك الحق في واحد النقطة. ولكن شحال هادي الناس كانوا كياخذوا اللقب ديالهم من القبيلة ديالهم او على شي حاجة واحد اللعبة شي حاجة مميزة من السلالة ولا من القبيلة. فهمتوني؟ من كاين وإلى ذلك. نعم. اما الاسم العائلي اليوم صح فهو اختراع غربي. شحال كيقولك فلان ولد فلان ولد فلان ولد فلان من قبيلة فلان. احنا نجبدوها كومبلي كامله. نجبدوها كومبلي دو ازل. شتي كيقولوا له شتي
الكتاب تاع التاريخ الدبلوماسي للمغرب، راه كاين شجره مكتوبه من عند مولاي اسماعيل قديمه. لا ما شفتوش اخويا، الله يتقبل مروكان. غادي نصيفط لك الصفحه، غادي نصيفط لك الصفحه، راه كاين الشجره كامله مكتوبه من عند مولاي اسماعيل. فلاش يوتيوب راه داير فيديو ديال المنصور اللي رد على دمير بمصادر ماشي مغربيه، جزائريه، افغانيه، عراقيه، نسب العلوي. ولدي شوف دابا تجبد اي جزائري تقول له لماذا سميوا بالسلاله او بالاسم بالكنيه بالعلويين، والله ما غيعرفوا. لا اصلا سيخلطون بين الطائفه والسوريه اصلا. هي لانهم شوفي جزائري لست تستطيع ان تحاوري في اي شيء ثم كان ذلك. شكون يعرف هذا الجميلات؟ لان كاملين مبنيين على باطل. بحال الموحدين، لماذا سموا بالموحدين؟ ها انت ها الاصل ديالي اخويا، نقول لك اصل ديالي. ها انت ها الاصل ديالي. شفت اصلي؟ دابا دافيد، المشكل انهم كينساو حتى ان حفيد محكم البيان، فهمتي؟ كينساو ان العلويين راه القصه ديالهم قديمه مع المغرب. كنطلقوا من تفيلات ما كنطلقوش من دابا هما كيجيو يطرحوا هاد لا كيسيون باش يحاكمك برانا بلا العائله العلويه. طونطون كنسمعوك ماشي مزيان اخويا. صوتك بعيد. قلت لكم هما كيطرحوا هاد لا كيسيون هادي اخويا دابا باش يقول زعما راه حاكمك شخص ماشي من المغرب. هادي نقدروا نتحاوروا حتى في هذه النقطه. راه المشكله انهم لا يعلمون اصلا السلاله كيفاش تكونت. ما غاديش تقدر تحاوروا، راه الجزائري من غادي تبدا تحاوروا اللي بقى يقول لك انا ما عارفش، انا ما كنفهمش. وعلاش طرح السؤال من ما عارفش؟ راه خصنا نعرف واحد المجموعه تاع الحيتيات باش حنا نكونوا الفكره كامله. انت جايب واحد الحاجه وجاي تنبح بها كيما كيقول مصطفى، قولوا انت اسفنجه انت. لا الواعره هي ديال واحد النهار مصطفى قال له تدير بحال الاسفنجه، قال لي ما تطيح ليش، ما تطلياش اسفنجه، ما تطيح ليش. باش وصاحبي حتى المعنى ديال الاسفنجه ما فهماش. والله يعلم. ونهار اللي سمير قال له هذاك قال له الناديخ نابغه تقوليش ناديخ ما تقوليش دينك يا الفور اللي قال لي السنه الضوئيه، انا كنت كنسمعكم لتحت فاش قال لي راه الفرق بيننا وبينكم هي سنوات ضوئيه، ويقول لي واش هي السنه الضوئيه؟ ما فهمناش، ما عرفتش شنو هي السنه الضوئيه، بقى كيخربق. عاد سمير اخويا سمير قبل ما يفسر شداتو الضحكه كيضحك لنا، قال ودابا مشكل هادي كيفاش انا غنفسر ليها انا السنه الضوئيه؟ فسرها ليه يعني واش تي هاد السنه الضوئيه راه بيني وبينكم بينا ومضوبله في شحال ديال العدد. عقلت النهار فاش كان قال لي انا مهندس دوب واش عقلتي النهار ديال الزمكان؟ واحد النهار عطينا جبت لي مات كيفاش كيهضر، قلت له دابا يقول لي واش اش من زمان الزمكان، دابا قلت له شنو هي الزمكان، وفي الاخر يقول يا دافيد في الحق عندك الحق راه في الزمكان. والله العظيم كل الخير وحق الله العظيم. وادو بيردو ما بداتو حتى في ليله الحطه عندك واحد يا ربي لك. اذا ما نلوموش المهدي ملي كيجبد سبته ومليله في سميتها في هذاك الجزر ديال اليورو. حنا راه واحد كان طلع عندنا عند سميتها عند تما في اللايفات ديالنا قالنا هذيك قيطه ومليله خلا قيطه
لا كيقول لك سبته ومالينا ماشي تا مليليه تيقولوها بس صحيح. هذا راه ما قالش حتى سبته، قال لك كيتا على وزن دافيد كيتا دي جي. صباح الخير عادل. سي تا